لماذا تمت تسوية ملفات هؤلاء السياسيين المرتبطين بالإرهاب؟ هذا السؤال يجب أن يفهمه الشعب العراقي. الويش تمت تسوية ملفات الفساد أو ملفات الإرهابيين الذين هم جزء من العملية السياسية وبعضهم قادة في العملية السياسية. لماذا القوى السياسية الأخرى تمت تسوية ملفاتهم وأغلقت ملفاتهم قضائيا؟ لماذا؟ لمصلحة سياسية. زين. والمصالح السياسية هاي لا تصب في مصلحة العراق، لمصلحة سياسية تصب في مصلحة مجموعة سياسية. وانت تعتقد انه غلق ملفات الارهاب المرتبطة بهاي السياسيين هي لها علاقة بالوضع التفجيرات اللي تتم؟ أكيد. ولذلك أنا أحمل المسؤولين السياسيين العراقيين كامل المسؤولية، لأن سكوتهم عن الإرهابيين وسكوتهم عن المجموعات التي تقود المجموعات الإرهابية التي هي مجموعات سياسية وتتمتع بامتيازات الدولة العراقية، ويضمون ملفاتهم ويتفقون وياهم ويتواطؤون وياهم على حساب أنه تبقى العملية السياسية تسير بهذا الشكل السيء لتحقيق مكتسبات ضيقة لأحزاب أفقها ضيق جدا. أصبحت الدولة العراقية مغنم لمجموعة سياسية خرجت من 2003 إلى هذا اليوم. كل هاي المجموعة السياسية كردية سنية شيعية متواطئة على ما يحصل في العراق، والكل مصلحته التي بنى مصلحته الحزبية والشخصية تدفعه باتجاه التواطؤ على فساد البعض. كلهم اشتركوا في الفساد الذي صنع هذه الحالة الإرهابية والتواطؤ. القضية بشكل مباشر تشخيصها مرتبطة بالقوى السياسية. وإلا أنا أريد أناقش في مسألة مهمة جدا، أبتعد قليلا حتى أبدأ أرجع إلى الملف السياسي. ليش ترجع الملف السياسي؟ هو أنت عضو لجنة أمن ودفاع النيابية، غير نحكي بالأمن؟ نحكي بالأمن. أنت ما جاي تفهم تميز أن الأمن بكل العالم مرتبط بالسياسة، ما جاي تفهموها أنتم، هاي جاي تخدعون. هذول السياسيين جاي يخدعوكم، هذا إعلام جاي يخدعكم. سياسيا العراق هجموه لأنه صار تغيير سياسي بالعراق، المنطقة ما تقبل التغيير السياسي بالعراق. تغيير سياسي صار بالعراق، المنطقة ما تقبله. مصالح دول أخرى ما تقبل التغيير بالعراق. صراع سياسي، الموجودين يأخذون أموال من خارج العراق على مود يقلبون العملية السياسية طموحات سياسية. الذين يقتلون الشعب العراقي تحقيق طموحات سياسية. كل هالقضية مرتبطة بالسياسة، لا تفصلوها حتى لا ننخدع. من يتحمل ملف الأمني القائد السياسي الذي يقود الدولة. العملية السياسية أفرزت حكومة، والحكومة خرجت من رحم العمل السياسي، والعمل السياسي توافقات على الفساد الموجود الآن في العراق. فلا تفصلوها، لا تخطئوا. بالتالي على الشعب العراقي أن يذهب باتجاه معاقبة هذه القوى السياسية ومحاسبتها. ليس من المنطقي نفس المجموعة السياسية مستمرة وتيرة العمل مالها إلى أكثر من 13 سنة بنفس المستوى، بنفس الفساد، بنفس التردي، لم يتقدم الملف خطوة واحدة، وأنت تجي تقول ليش تنتقدون السياسة؟ ليش؟ هو منو جاي يدير الملف؟ ضابط الأمن منو يجيبه للمنظومة الأمنية؟ وزير منو يجيبه للمنظومة؟ التوافقات السياسية انعكست على ضابط الأمن وضابط المخابرات وضابط الشرطة والمدير العام، انعكست على الأنجندات. عزيزة، هذا بعمق كبير جدا. هذه الدول التي اسمح لي، هذه الدول التي لا تريد استقرار أمني للدولة العراقية خرقت ذهنية السياسي العراقي وقائد الملف الأمني بخطط أمنية غير صحيحة. يعني المشروع الأمني تنفيذ القوى الأمنية شغلها على الساحة العراقية خطأ منذ التغيير إلى هذا اليوم، وشخصنا هذا التغيير الخطأ عدة مرات إلى حكومة السيد المالكي وإلى حكومة السيد العبادي وإلى كل المعنيين بهذا الملف. شخصنا لهم وانطيناهم ملفات، قلنا لهم إدارة الملف الأمني خطأ، لأن تجربتكم لا تشبه تجربة كل دول العالم، وأنتم الآن تقدمون نموذج سيء وخاطئ جدا. لماذا لا تستفيدون من تجارب الأمم؟ لماذا لا تستفيدون من تجارب الدول؟ هذا يحيلنا إلى تساؤلات يجعلنا نشك بنوايا الآخرين أنهم جادين بتحقيق أمن.